اعمل انفول على طول، ما توصلكش باي طريقه كانت. الحاجه اللي انت بتحبها وبتستمتع بيها قوي وبتعملها تقريبا بشكل يومي، هي حاجه من اتعس الحاجات اللي ممكن تعملها في حياتك كلها. الاغاني واحده من اتعس الحاجات اللي ممكن تعملها في يومك، بتأثر عليك بالسلب بشكل مش طبيعي، وهتفهم ده من خلال الحلقة. بص يا سيدي، الأغاني لو أنت مثلا بتحب إن أنت تتبسط، ومش هنجيبها بالسلبيات أوي في البداية. أنا واحد بيحب أسمع مهرجانات وأغاني أفراح كتير وبتاع. قول لي بقى ده هيأثر عليا في إيه؟ وأنا مبسوط أهوت يا عم، مفيش حاجة مأثرة عليا والدنيا جميلة أهو. خليني أقول لك إن ده بينعكس عليك في المواقف اللي هي الحزينة بجد بقى. لو عندك عزا، لو عندك موقف مش مستاهل الضحك أو حاجة، فتلاقي نفسك بتضحك على أي حاجة هايفة ومتفهمش ليه. انت عندك لخبطة في المشاعر. لما بيكون في موقف جد منك مش محتاج منك التهريج ولا الهزار ولا الضحك، الموضوع ده بينعكس عليك. فحتى لو انت مفكر ان انت بتعمل حاجة صح، وانا بنبسط اهوت يا عم، مش بشغل اغاني حزينة والدنيا تمام، لا مش تمام خالص. بتأثر على دماغك وبتفرز كمية دوبامين عالية جدا،